بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في قناتكم قناة مسلم للطبخ. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة جيدة يا رب. اليوم راح نخدموا مع بعضنا مسكوتشو الأعراس اللي راهم داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل وحدة مدايرته بالطريقة تاعها، وحتى على القنوات في اليوتيوب. تبعوا معايا البنات، هذه هي الطريقة اللي معتمدتها أنا بمكون سري يخليه يجي طري ماهوش ناشف وبنين وما يهبط لكمش في الكويزينير اثناء الطهي. لاحظوا البنات، يجي خفيف وبنين. تبعوا برك الخطوات السهله والسريعه وان شاء الله تنجحوا فيه. وما نطولش عليكم، مباشره ندخلوا للوصفه. وما تنسونيش البنات بالدعم واللايك وتفعيل الجرس وبارطاج لهذا الفيديو فضلا وليس امرا. بسم الله ندخل الوصفة. نحتاج مول المسكوتشو، لازم ندهنوه مليح بالزبدة، وأكد لازم ندهنوه مليح بالزبدة ورشوه بالفارينة. أنا ما رشيتوش لأن هذا المول مستعملته أنا من قبل، ندير له الزبدة فقط ما يلصقليش. بعد ما دهناه بالزبدة، وأكدوا لازم ترشوه بالفارينة خاصة المبتدئات. نحطوه في الفريجيدار. وللوصفة نحتاج 2 بيضات بحرارة المطبخ، رشة ملح، و10 مغارف سكر كبار ممسوحين. ونخلط مليح هذا المكونات بالفويه حتى نتحصل على خليط كريمي ويذوب السكر. واللي تحب تستعمل الضراب الكهربائي تقدر تستعمل. هذا هو الخليط. نكمل نضرب بالفويه حتى نتحصل على خليط كريمي، ونضيفوا 12 مغرف كبيره زيت، ونكملوا التضريب بالفويه. واللي خايفه من الوصفه تستعمل الضراب الكهربائي. نكمل الخلط بالفوي فقط حتى تتجانس المكونات. ونضيفوا كاس غير اصبع حليب يكون سخون، والكاس السعه تاعو 220 مليلتر. وهذا هو المكون السري اللي هو ملعقه كبيره من شوكولاته الطلي. نحركو مليح حتى تذوب شوكولاته الطلي، لان الحليب سخون راح تذوب بسهوله، وحتى السكر لو كان ما دابش في الخطره الاولى مليح راح يذوب. ونبداو في اضافه الفارينه. حطيت كاس فارينه و2 اكياس خميره الكاطو ونغربلوه. البنات ما تحطوش الخميره، خميره الكاطو ما تحطوهاش مباشره على السوائل لان المفعول تاعها راح يروح. ونخلطوا مليح حتى نتحصلوا على خليط خالي من التكتلات. ونكمل نضيف الفارينه. انا حنضيف نص كاس اخر ونشوف. ونخلط خلط مليح. ورايحه نضيف نصف الكاس الاخر، يعني حطيت 2 كيسان فارينه مع 2 اكياس خميره الكاطو. ونخلط مليح حتى نتحصل على هذا الخليط الاملس والخالي من التكتلات. ونضيف مغرف كبيره كاكاو ونغربلها. والبنات اللي ما عندهاش شوكولاته الطلي تقدر دير 2 مغارف كبار كاكاو ومغرف كبيره خل، رغم ان شوكولاته الطلي راح تعطيه لذه وتعطيه هشاشه وتعطيه كذلك انه ما يجيش ناشف وتجي فيه طعم الشوكولا. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. نوزع الخليط مباشرة في المول اللي كنا حطيناه في الفريجيدار من قبل. هذه المرحلة ضرورية. نوزعه بالتساوي
وندرب المول على سطح العمل قليلا، ومن بعد نجيب عود كيردون ونعمل خطوط عشوائية باه نتحصلوا على كل المستوى، على كل الجهات كيف كيف، بهذه الطريقة اللي تلاحظوا فيها في الفيديو. ما كانش اسهل من هذا المسكوتشو البنات. ونكونوا سخنا الكويزينيير على درجة متوسطة، ونحطوا مسكوتشو يطيب، وما نحلوش الكويزينيير حتى تفوت 30 دقيقة على الطهي. ومن بعد نجيبوا عود كردون وندخلوه في المسكوتشو. انا كان خرج لنا ناشف، نكملوا الطهي قليلا من الفوق برك ونجبدوه من الكويزينيير. هذا هو المسكوتشو بعد ما طاب مباشرة هو سخون ندهنه بالكونفيتور، ندهن مليح السطح تاعو، ومن بعد نخليه جانبا يبرد. وفي الوقت هذاك نكونوا حضرنا الشوكولا، ذوبناها على حمام مائي وضفنا لها مغرف كبيرة زيت. اذا استعملتوا 100 غرام شوكولاتة الطل، عفوا البنات الشوكولاتة العادية، نضيفوا لها مغرف كبيرة زيت. وانا هنا غلطت، حطيت مباشرة الشوكولا وهي سخونة. انتم البنات خلوها تبرد شوية ومن بعد زينوا بها، ولازم نزينوها قبل ما تنشف بالشي اللي عندكم في البيت. انا زينت بحبوبات حلوى ملونة، وكذلك عندي حبيبات حلوى ذهبية صغيرة زينت بها، وانتم زينوا باللي عندكم. ولكن اذا كانت هذه طلبية للأعراس راح نزينوا على حسب الطلبية تاع الزبونة. ونخلوا المسكوتشو جانبا حتى تتماسك الشوكولا. لازم البنات نديروه نزينوه بالشوكولا لانه طلبيه وراح يتحط في لي بواط. هذا هو المسكوتشو بعد ما حضر ونشفت الشوكولا بطريقه سهله مبسطه بمكونات اقتصاديه، وكل وحده مبتدئه تقدر تخدم. لاحظوا ما يجيش ناشف، يجي طالع خفيف مش معجن وبنين، خاصه كي تحطوا فيه شوكولاته الطل كأنك تاكليه في الشوكولا. هذا هو البنات، لاحظوا. وهذه الوصفة سهلة لكل وحدة حابة تدير مشروع مصغر. راح ندخلوا الفصل الصيف بحول الله تعالى، وتكتر الأعراس والمناسبات وتكتر المصاريف، خاصة الحلويات اللي راهي باهظة في الثمن، أثمان غير معقولة. رانا كملنا مع بعضنا وصفة المسكوتشو السهلة السريعة الاقتصادية. وانتم البنات ما تنسونيش بالدعم واللايك في ميزان حسناتكم. بعد ما كملنا الوصفة مع بعضنا راح نحط لكم في آخر الفيديو صور منقولة لمسكوتشو الأعراس باه تشوفوا أفكار على التزيين، وممكن تعجبكم الفكرة وتديروها كمشروع مصغر بحول الله وتنجحوا فيه. ونعطيكم السعر تاعو اذا حبيتوا ديروه مشروع. تحسبوا سعر المكونات اللي خدمتوا بيها وعلى حسب الطلب تاع الزبونة، وتضربوا في 2، وربي يسهل رزق كل وحدة منا. جربوا الوصفة لولادكم لأننا في وقت الامتحانات، وفرحوا بها الأولاد تاعكم. إذا عجبتهم وعجبتكم ديروها مشروع مصغر، دخلوا به مصروف زايد وتعاونوا به الأزواج تاعكم، وعلاه لا. وإلى الملتقى في وصفة أخرى بحول الله تعالى، وتهلوا في رواحكم البنات. إلى اللقاء. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان
اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك